السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلناه مع بعض. النهارده جايلكم كده بوصفة سهلة وسريعة ومحبوبة الجماهير، يعني مفيش حد ما بيحبهاش. شايفين الكفتة وجمالها؟ اساس الفيديو يا بنات هو الكفتة. طبعا دي ايدين جوزي، عشان محدش يقول ايدين مين، دي ايدين جوزي. بصوا جوسي ازاي من جوه كده واخده لون حلو من بره. يعني هي مش محروقه ولا حاجه، لا هي ده لونها. بجد جميله، والطريقه جميله وموفره جدا، وهترمي معاكي كميه بفضل الله. طبعا هنا انا اللي عملته ان انا فرمت بصله الاول كده مع عودين بقدونس، وحطيت عليها معلقه ملح بحيث ان هي تنزل ميتها، فرمتها ناعم جدا. تمام. بعد كده صفيت البصله ديت، طلعتها وصفيتها كده، ركنت الميه على جنب، والتفل بتاع البصله بعد ما فرمت اللحمه بتاعتي، ان هي مكانتش مفرومه، فرمتها في الكبه الاول، وخدت المقدار الكميه اللي انا عايزاها وحطيتها، وحطيت عليها البصله مع عودين البقدونس اللي انا فرمتهم وصفيتهم من الميه. تمام. ضفت ملح، ضفت كمون، ضفت كزبره، فلفل اسود، معلقه من البيكنج باودر عشان ما تبقاش مكتومه معاكي، الخطوه دي مهمه جدا. تمام. يبقى كده ملح، كمون، كزبره، فلفل اسود، عايزه تحطي شطه كمان ماشي مفيش مشكله، معلقه من البيكنج باودر، وتوم باودر، معلقه من التوم باودر، ومعلقه من بصل باودر. وكمان عايزه اقول لكم لو عندك كده جوزة الطيب هتحطي كمان رشه بسيطه منها او بشره بسيطه منها، تنكه بس مش اكتر. وحطيت كمان معلقتين من البقسماط. عارفين البقسماط يا بنات اللي انتوا بتجيبوه من بره او بتعمليه في البيت، المتواجد عندك. تمام. كل دوت هتفرميه مع بعضيه. هفضل افرم فيها لحد ما تبقى معايا زي العجينه كده، ان هي تبقى اتسمغت في قلب بعضها، مش لحمه مفرومه، لا تبقى كفته بقت عامله زي العجينه. هاخد ميه البصل احط فيها معلقتين زيت كده عشان تلمع معايا الكفته، وهتبلها برضو بشطه وسنه ملح صغيره كده، ده طبعا اختياري، مش حابه شطه ممكن تحطي بابريكا بحيث ان هي تديها لون حلو، بمعلقه او بالخله بتاعه الشيش طاووق. وببدا ان انا ابل المعلقه كده زي ما انتوا شايفين، وابل ايديا في الميه، وابدا ان انا اصبع بالشكل ده زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. هتبدا ان هي تلم معايا، وهرسم الصباع اللي انا عايزاه بالشكل اللي انا عايزاه، وبعد كده اروح سحباه بسهوله. نسبة المية اللي انت بتحطيها على المعلقة او الخلة بتعمل عازل ما بين المعلقة او الخلة والكفتة، فبالتالي لما تيجي تسحبيها تطلع معاكي بسهولة. وانت كمان لو بتحطي ايديكي في المية بتاعة البصل وتيجي تصبعي بيها، بتساوي شكل الكفتة من بره، بيبقى شكلها حلو، ما يبقاش شكلها اللي هو يعني ما يبقاش شكله لطيف، لا يبقى شكلها متساوي وحلو. بتنعميها يعني بتديها لمعة كده من بره، وبتنعميها وبتخليها حلوة. وفي نفس الوقت ما بتخليهاش ان هي تلزق في ايديكي. فالميه هي دي الافاده منها، اذا كان من الداخل من ناحيه الكفته والمعلقه، او من الخارج مع ايديكي والكفته. تمام. فانا بقى عماله ابل ايديا زي ما انتم شايفين كده، واشتغل ابل ايديا واشتغل لحد ما اخلص الكميه كلها. عايزه اقول لكم ان دوت يا بنات ربع كيلو كفته، ربع كيلو كفتة. الطريقة دي مش هتخلي الكفتة معاكي تكش جامد قوي. انا هوريكم الكفتة وهي نية صوبع طوله عامل ازاي، وبعد السوا برضو هتشوفوه هو عامل ازاي. طيب عمل معاكي كام صوبع كفتة؟ عمل معايا 12 صباع من الكفتة، بس اللهم بارك، 12 صباع يعني كبار حلوين، مش صغيرين وان هما يعني صغيرين قوي ما تشافوش، لا صباع حلو كده متوسط وجميل. هنا بدأت بقى ألم العجينة بتاعتي بس كده، واكمل بقى ايه الصباعين دول المتبقيين، هروح عاملاهم برضو، يبقى انا كده ايه عملت كل الكمية كلها اللي هي بتاعة الكفتة بتاعتي. فزي ما قلت كده المية بتساعد جدا. وطبعا لو انت هتحطيها في الفرن، يعني هتشويها في الفرن او على الفحم، وهي على الفحم كده بتبدأي المية دي وتمسحي بيها كده الكفتة رايحة جاية بالفرشة، بحيث ان هي برضو تخليها طرية اكتر حاجة، وتاخد من ريحة الفحم وتبقى مستوية وهي طرية، ما تبقاش ناشفة. احنا عايزين لما نيجي نسويها تبقى زي بتاعت بره، تبقى طرية وطعمها حلو، ما تبقاش اللي هي منشفة كده وما فيهاش يعني تحس ان هي متفلة كده في البق، لا انا مش عايزاها كده، انا عايزاها تكون ماسكة نفسها وفي نفس الوقت تكون طرية. بصوا بقى يا بنات زي ما انتوا شايفين كده، بصوا ده حجم صباع الكفتة، عمل معايا 12 صباع. صبعتهم وحطيتهم في التلاجة زي ما انتوا شايفين كده، انا هنا عن قرب مقربه لكم بحيث ان انتوا تشوفوها. عملت مكرونه سباكيتي وعملت سلطه وشيبسي، وحطينا فضل ونعم من عند ربنا. ودي بقى الكفته
بصوا بقى الكفتة عاملة ازاي، هوريها لكم دلوقتي. بجد جميلة. ممكن كمان تقليها كده على النار، يعني حطيها على النار كده في معلقة زيت او معلقة سمنة، وتبداي ان انت تشوحيها. بصي الصباع ما يعني ما بقاش قليل قوي، ما كاشش جامد، وفي نفس الوقت طرية من جوه اهي، وطعمها كان تحفة. بجد جربوها تعجبكم جدا. يا رب الوصفة تعجبكم، واشوفكم على خير فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.